شوي جوا يا جماعه. سوري. اوكي سوري. فيكم تقربوا محلكم اذا بدكم. شو نعمل؟ لا هيك تمام. 2 1 هابي سوري 5 الحياة بشكل عام في كتير أشياء ممكن نتحكم فيها، نسيطر عليها أو نوقفها. أشياء مادية أو معنوية، علاقاتنا، أهدافنا وأحياناً مشاعرنا، حتى النفس إذا بدنا فينا نتحكم فيه، إلا شغلة واحدة بس، أفكارنا. الفكرة باللحظة اللي بتلمع فيها مستحيل تموت، حتضل مرافقتنا مثل خيالنا مثل اسمنا، حتضل تدور براسنا بكل وقت وبكل مكان. حتى لما نغمض عيوننا بترجعنا على شكل حلم بقوية أكثر وبيعطيه سحر أقرب للخيال، وتفاصيل بتشبه المستحيل بس مو مستحيل. الأفكار بتولد لنحققها، نرسمها، نلونها، نصورها ونحسها. الفكرة بتساعدنا نتحدى ظروفنا، نلاقي حلول، نبدع، نبتكر. بتخلينا نحلم بلا سقف وبلا حدود. الأفكار رحلة، سفر طويل أحيانا بس بالآخر أكيد في محطة وصول. أفكارك بدها منك شغلة واحدة بس، إنك تآمن فيها وتطلق سراحة. أفكارك ما بدها إلا أفق. واو يلا يا افق. اول شيء عن جد شكرا كثير لكم، يعني ما بدي اطول عليكم لانه بعرف تاخرنا كثير لين ما بلشنا. شكرا لكل حدا اجى وشاركنا هي الفرحه. مثل اليوم من 8 سنين كانت اول مره بركب الطياره فيها لحالي، واول مره بشوف الحلم من فوق وبشوف الافق من فوق. ليش يوم 16؟ بكل بساطه لانه اول مره تعرفت فيها على حبي للغيوم وللسماء وللافق من فوق. واليوم حبينا نشارك معكم ولادة أفق اللي هي حتكون حلم بلشنا فيه من 2 سنين، واليوم عم يتوج بأنه صار حقيقة، بس مو لحالي، وراي فريق كتير كبير ومتواضع. هو مكان لحتى نصنع فن، لحتى نصنع إبداع، مو بس إلنا لغيرنا كمان. عم نحكي إذا بنسميها بالإنجليزي ما بعرف creative hub أو creation hub. أي حدا بباله فكرة، ما بباله فكرة، على باله يعمل أي شيء، أفق إن شاء الله رح تكون هي المكان. وبعتقد حتشوفوا كمان شوية نبذة عن العالم والأشياء اللي اشتغلتها أفق من سنة لهلا بس وراء الأضواء. وبس والله شكرا كثير لكم. برافو. نكون أخذناكم على مبروك. هلا قبل ما نبلش نشاطاتنا البسيطة بدنا نرجع نحضر الفيديو مرة ثانية، وبتمنى تركزوا بالتفاصيل لأنه في مسابقة متعلقة بالفيديو، واللي بجاوب بيربح شغلات. واو ربحني. الأفكار بتولد لنحققها، نرسمها، نلونها، نصورها ونحسها. الفكرة بتساعدنا نتحدى ظروفنا، نلاقي حلول، نبدع، نبتكر. بتخلينا إيناس طيب حنعطيكي 2 تشانسز، سؤالين، اللي بتعرفيه جاوبي عليه. كم من طيارة كان في لا الفيديو؟ سؤالين، يا اما كم لوك غير عمر بالفيديو، كان في طاقية حمراء، يا اما رح اعطيك دور، يا اما غير طوكيو وين مدينة من المدن صور باليابان، هو صور بتنتين. يلا ما حدا يجاوب لانه عندكم تشانس اذا ما جاوبت. اي ويش ما عملت سكيب للستوريز تبعه. يلا اعملوا لها كاونت داون للتن. مصعب سمارت بالجوكي. يا اما وين صور باليابان غير طوكيو، يا اما كم لوك لبس. طب جاوبي على كم لوك يلا. كم لوك؟ ما بعرف. زدتي طاقية رقم. حمراء 4 ايناس 4 5. مثل ما بتساعدنا حتكون عم بتساعد كل حدا صانع محتوى انه نساعده بصناعه المحتوى او خلق الافكار. افق حتكون عم تشتغل على كل انواع الكونتنت. شكرا. يعني عم نحكي عن محتوى شخصي، اذا حدا عنده فكره شخصيه حابب يطورها، ممكن يكون عنده فيديو حلو حابب يكون له سبيتش، فويس اوفر، كله ممكن يكون عم نعمله. النقطة الثانية المحتوى الإعلاني، واللي هو
بيهمنا كلياتنا وكل كونتنت كريترز تقريبا هو شيء يومي بالنسبه لهم. فهون افق بتجيبوا لنا انتم البريف من الكلاينت، بتسلمونا البريف وبتخلوا الشغل الباقي علينا. الفكره الثالثه افق حتكون عم تعمل كمان بروجرام شورت بروجرام للانستغرام لليوتيوب، شورت سيريز وكل شيء خاصه بالكونتنت. هيدا اول نقطه. النقطه الثانيه، هيدا المحتوى اللي عم نحكي عنه هو بيكون عم يتقدم كمان بثلاث طرق. فممكن يجي لعنا صانع المحتوى يكون عم يطلب انه بده بس الفكره مع السيناريو مقطعه مشاهد مع السكريبت، سو هيدي one of the service. على امي احمد بليبلي. يجاوب لازم يشم؟ ايه يلا صح. لازم يشم. اول حدا بيشم افق. اول حدا بيشم افق. هلا حنسألك. طيب اتفقنا انه افق فيه نوع من انواع الحمضيات. فيك ترجع تشم تتأكد. حزير شو الحمضية؟ تمام؟ طيب شو هو نوع الحمضيات اللي فيه؟ بعد بحق لك مرة مرة تجاوب. ثانية غلط. بعد مرة. بردقان. برتقال غلط. شكله هذا خلص لبعد بكره. ولازم ركز كثير صعب صراحة. ليمون. اكيد مو ليمون. ما في سو ليش. المفروض احمد يحذر شو ريحة الحمضيات الموجودة انواع هحكي ليمون. شي بيسك. حلوة بحق بيريز حمضيات، بيريز ابدا مش حمضيات. يعني انا ما بعرف بس ما حكيت بيريز لانه ما يعني ليمون البرتقال. حيطلع لك البرفيوم حيطلع لك البرفيوم. بكفي. الف مبروك حبيبي، الف مبروك. طيب يلا خلينا نرجع نجرب. طب شو ما حكوا انا مصعب ف رحبوا معنا بالحنان. حبيت التوب اللي تحت البليزر. عن جد كنت اقول لك انه الافق كنا نشوفه من الطياره. حاسة رح يطلع اسم لين، يا رب يطلع اسم ميلاد. طيب هلا تفضل تقلك شو السؤال؟ هيدي اللعبة الخامسة. شو بدكم نسأله؟ هيدي اللعبة الخامسة، تمام؟ واللي بينسحب اسمه خامس مرة بيكون ربحان بالاسود. مبروك ميلاد. حرام خوفتوه على بحب اشكر معكم وقت بدي اعمل خطاب يلا. بس عمل مبروك عمرو. عمل والفكره منها وفيها يعني انت كلك كرياتيفيتي على بعضك. ثانك يو سو ماتش ومبروك. شكرا يا حبيبي. اوكي. خلص بنقول لهم ثانك يو. زعل شكرا لكل حدا اجى معنا. يا جماعة الحمد لله رب العالمين، خلص الايفنت على خير وسلامة. جدا 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 ممتن، جدا مبسوط، جدا حامد وشاكر. كل التفاصيل كانت مثل ما بدنا واكثر، الحمد لله رب العالمين. هيك ايفنت خفيف نظيف لطيف اخذناهم فيه على ايسلندا وعلى اليابان لولادة افق وكيف افق عم تولد، ونحكي لكم ان شاء الله على افق اكثر. سعد قلبكم يا رب.